أكثر من 10% من الميادين الموجودة في تونس صالحة لممارسة كرة القدم. فريمون معناتها تشوف اللونتور نتاع الملعب يعني صفر صيانه، صفر طلاء، صفر مدارج يعني شبه منعدمه، مدارج طايحه من 2010 2020. 2015 إلى 2022 ما صرفته الوزارة هو 380 مليار على المنشآت الرياضية بين صيانة وإحداث. وضعية كارثية لعدد من المنشآت الرياضية في تونس، على ما يقول أغلب المتدخلين ملاعب معشبة انتهت صلاحية استغلالها، لكنها لا زالت تحتضن مباريات حتى في الرابطة المحترفة الأولى. مسؤولون ورياضيون وخبراء في المجال الرياضي يقرون بالحالة المزرية التي أضحت تعاني منها جل الملاعب التونسية، والأسقف وحجرات الملابس والمدرجات وحتى مقاعد الصحفيين التي أضحت عائقا لعملهم. اليوم الحالة يعني تحكي وحدها، الحالة من غير ما نوصفها لهذه الصورة أوضح باش تدل على الوضعية اللي وصلتها ملعب ترجي رزيز القديم. التو كل الوعود نسمعوا كان في الوعود من كل الأطراف. الأرضية الحقيقة تعب شوية، هذا طبعا راجع وأنه وقع تعشيبه منذ 29 سنة، في حين وأن مدة الصلاحية كما تعرفوا للملاعب هي بين 10 سنوات إلى 12 سنة. نستنوا الموسم إن شاء الله، وقد تم رصد قيمة 500 ألف دينار من وزارة الشباب والرياضة لإعادة تهيئة الملعب. واقع تيران التو مزري. علاش مزري؟ لأسباب خليني نقول لك اجتماعية وسياسية. السبب السياسي هو أن البلديات استقالت من الملاعب. هو الوضع الحالي لأغلب منشآت كرة القدم التونسية سنة 23 و2000، وحتى مفخرة تونس للرياضة ملعب رادس، والذي تم غلقه لإعادة صيانته وتم افتتاحه يوم الخميس الماضي، شهد أعمال عنف وتكسير وتخريب لمدرجاته. وإن كثرت التشكيات لعدم جاهزية الملاعب لاحتضان مقابلات كرة القدم، فإن الضرر الكبير الحاصل على ما يقول ياسين بن أحمد دكتور مختص في الطب الرياضي هو للناشئين، بما تسببه أرضيات الملاعب من إصابات لصغار السن قد تلاحقهم حتى في الكبر. الملاعب معناتها متسبة في كثير جدا من الإصابات، وماشية وتزيد خاطر الميادين ماشيه وتزيد تولي رديئه اكثر. واخطر من هذا اللي العباد ماهيش تحكي عليه، تحكي كان على سلف الاكابر. اخطر من هذا الاصابات كثرت عند اللاعبين الشبان تحت 16 سنه يتدربوا في ميادين رديئة أكثر من رداءة متاع اللاعبين الكبار. وأن يقر عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات بالوضعيات المالية الصعبة التي تعاني منها جل البلديات التونسية، والتي تعيقها من البدء أو إتمام عمليات الصيانة، فإن شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة يؤكد أن الوزارة ضخت مبالغ مالية ضخمة لعمليات الصيانة والترميم، لكن عددا من البلديات لم تقم بواجبها تجاه هذه المنشآت. للأسف الشديد برشا بلديات ما هيش قادرة لصيانة الملاعب نتاعها، وما برشا بلديات للأسف الشديد راهي تفتقر للإمكانيات، خاصة اليوم تراجع دعم الدولة للبلديات. راهو احنا في سنة 2018 و19 كانت ميزانية البلديات 4% من ميزانية الدولة، في سنة 22 أصبحت 2.75 من ميزانية الدولة، يعني تراجعت ب 1.25% وهو مبلغ ليس هين. واليوم في سنة 2023 ما نعرفوش شنو هي ميزانيه الدوله للبلديات. للاسف البلديات مش قايمه بالواجب نتاعها. فلوس في الاخر اللي تدفعها وزاره الشباب والرياضه هي فلوس دافعين الضرائب، فلوس المواطن اللي خارجه. يلزم تكون الدوله الكل مؤسساتها، واحنا قاعدين باش نخدموا على هالبرنامج هذا اللي باش تكون عندنا اتفاقيات واضحه مع البلديات، متابعه دقيقه، باش تكون عندنا في قانون الهياكل ان شاء الله باش يخرج قريبا، باش يكون فيه حوكمه الهياكل هذه الرياضيه والجمعيات واللي تتحمل مسؤوليتها. زاده الجامعات تتحمل مسؤوليتها وكل طرف يتحمل مسؤوليته. وفيما يخص ملعب المنزا، أكد شكري حمدة أنه يشهد أشغالا لمدة 30 شهرا وسيكون جاهزا سنة 24 و2000. وفي الشأن الثقافي